أهلا بيكم وبأحداث جديدة، وإن شاء الله هنلخص الحلقة مع بعض. مسلسل كريستال وأحداث جديدة. بتبدأ حلقتنا بجواد وعالية. هنا بترجع عن قرار بيع أسهمها في المستشفى، وبيقنعها جواد إن خلاص لازم حلم والدها يكمل، وإن المستشفى مش لازم إن هي تتباع وخلاص هيفضل موجود فيها وهيستمر. بتفرح طبعا جدا عالية بقراره ده، وبتقوله وأنا كمان هكون موجودة. ياريت تكلم هنا الصحافة وتلغي موضوع بيع الأسهم. بتكون مبسوطة جدا إن جواد رجع هنا في قراره وإنه هيفضل موجود جنبها وفي المستشفى، وكانت فاكرة إن بكده جواد ممكن في يوم من الأيام يكون ليها. لكن ما تعرفش جواد بيحضر لإيه وإيه المفاجآت اللي جاية بعد كده. بتيجي رحاب وبتدخل هنا غرفة باسل، بتلاقيه مش موجود. بتدور عليه في كل مكان وبتتأكد إن باسل مش موجود في البيت. بتتصل بعالية وبتقول لها إني باسل مش موجود وأنا مش عارفة أتصرف. بتقول لها عالية ازاي حاجة زي دي تحصل؟ هيكون راح فين يعني؟ انا دايق وهكون عندك وهتصرف. وبتروح هنا عالية في الفور وبتكون في الطريق علشان تشوف يا ترى باسل يكون راح فين. اما رفيف بتكون موجودة مع تامر وبتكلم هنا معاها، وبتكون طبعا بص عليهم وشايفاهم من بعيد ورد. وبتسجل ده كله كمان صوت وفيديو. وبيكون بيقول لها ان هو عايز يتقدم لها فعلا، وان هي الانسانة الوحيدة اللي فعلا حبها. وموجودين مع بعض هنا وبيحتضنها، وبتكون كمان كل ده مصوراه ورد. يا ترى هتعمل ايه بعد ما شافت كل ده بعينيها وسمعته كمان؟ هنشوف طبعا ورد محضرة ايه في حلقتنا النهاردة. وبعد كده بنشوف طلال بيتكلم مع ندى وبيقول لها عن موضوع باسل، وبيقول لها ان هو خده وداه البيت عنده. بتقوله ازاي تعمل حاجة زي دي؟ ممكن كده الست عالية تزعل منك. بيقول لها امال يعني كنت هعمل ايه؟ كنت هسيبه في الشارع ماشي مش من غير ما يعرف هو رايح فين؟ انا بكده خدته في مكان امان، احسن ما اسيبه وبعد كده منعرفش هو راح فين بالظبط. بتقوله طيب احنا لازم نتصرف ولازم نبلغ عليا. بيقول لها هي في عرفت وهي دلوقتي عنده، ما تقلقيش وانا عارف هعمل ايه كويس. مادام هو في مكان امان عالية مش هتزعل. هو كان ماشي وكان عايز يروح في اي حتة وكان عايز يبعد عن البيت في الوقت المتأخر ده، وما كانش قدامي ولا في تفكيري غير اني اوديه عندي في البيت، وده امان ليه واحسن ما يروح في اي مكان تاني. بعد كده بنشوف هنا في بتروح هنا فعلا لباسل وبتبتدي ان هي تسلم عليه، وكون فرحان جدا بيها باسل وبيقول لها انا كنت عايز اشوفك من بدري، كويس ان انت جيتي. بتقوله انا لما عرفت ان انت هنا قلت لازم اجيلك ولازم نتكلم مع بعض. بيقول لها انا عايزك تخلصيني من موضوع كريستينا. عالية هنا عايزة اتجوز هاني وانا مش بحبها، انا بحبك انت وعايزة اعيش معاكي انت. بتقوله طيب اهدى وهنتكلم بالراحة في الموضوع ده، لكن ما يصحش انك انت تسيب البيت كده وتمشي من غير ما تقول لاختك. بيقول لها هي عايزة تغصب عليا وتجوزني كريستينا وانا مش عايز البنت دي. بتقول له كمان هنا في ان هي لازم يتفاهم مع اخته بالراحة ولازم يحلوا الموضوع ده بهدوء. مفيش حد يغصب عليك حاجة غصب عنك وانت هتكون صاحب القرار. بيقول لها يا ريتك تفضلي جنبي هنا، وبيجي لها اتصال بشغل جديد وبيقولوا لها ان في ديزاين للبيت وعايزينها هي اللي تنفذه بنفسها. بتاخد هنا العنوان والمكان وبتروح وبتتفاجئ هنا ان مفيش اي حد موجود. بتبص هنا في البيت بتلاقي جواد هو اللي مستنيها وعامل لها مفاجأة كبيرة جدا، وبيقول لها ان ده بيتي انا وانتي واحنا لازم نتجوز فورا، وده هيكون مكاننا وعيش الزوجية. طبعا هنا بتتفاجئ وبتقول له انت بتتكلم في ايه؟ انا مش موافقة عن جواز دلوقتي. بيقول لها احنا لازم نكون لبعض ومش هنسمح لاي حد تاني يتدخل في حياتنا. انت عارفة اني انا مقدرش استغنى عنك، وانت البنت الوحيدة اللي دخلت قلبي وفعلا حاسس بيكي، وانت لازم كمان تكوني حاسه بيا وحاسه اني انا مقدرش استغنى عنك. بتقوله ما تتسرعش في اي كلام، اكيد كل اللي حوالينا هيعترضوا على جوازنا. بيقول لها انا هعرف ازاي اتصرف وهقنع كل اللي حوالينا بجوازنا، لكن ده بيتنا الجديد وهيكون بيتي انا وانتي. وبيقنعها بكده وبيطمنها وبيقول لها اني خلاص هو ده المكان اللي هيكون عيش الزوجيه بتاعنا. بتفرح جدا وفي نفس الوقت بتكون قلقانه وخايفه من اللي جاي، حاسه طبعا ان كل اللي حواليها هيكون في مشاكل حواليهم، وبتكون مش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف. بيجي بعد كده اتصال من عالية هنا لجواد وبتقوله ان هي مش لاقية باسل، وبتقوله كمان انه لازم يلحقها فورا. بيقول لها طيب خلاص انا هكون عندك، وبقول لي فيه احنا لازم نمشي دلوقتي حالا لاني عالية مش لاقية باسل. بتقول له انا عارفة باسل فين وكنت عنده كمان. بيقول لها يعني هو فين دلوقتي؟ بتحكي له الحكاية وبيقول لها طيب احنا لازم نكلم عالية ونطمنها. فعلا هنا بيبتدي جواد يكلم عالية وبيقول لها إن باسل موجود في بيت طلال. بتقوله طيب أنا هاجي حالا على بيت طلال، وفعلا هنا بيروحوا كلهم علشان يكونوا في مكان اللي فيه باسل. بتروح عالية وهي طبعا قلقانة جدا
وبعد كده بيكون هناك جواد وبتكون كمان معاه فيه، وبيلاقوا فعلا باسل موجود في المكان ده. بتتكلم هنا عالية معاه وبتقوله ازاي تخضني عليك، وازاي تيجي هنا وتخرج من البيت من غير ما تقولي، انت دايما كده بتحب تتعبني. بيرد عليها باسل وبيقول لها علشان انتي مش بتحبيني وعايزة كمان تضريني وتجوزيني كريستينا وتغصبي عليا في حاجة زي دي، وانا قلتلك البنت دي انا مش بحبها، انا بحب في وبس. بتقول هنا في اتكلمي ولازم تقولي لباسل الحقيقة، لازم تقولي لي انك انت هتتجوزي جواد وانك انت بتحبيه. طبعا هنا باسم بيتخض هنا وبيقول لها في مش بتحب حد غيري انا، ومش هتتجوز حد غير انا وبس. وبيبتدي كمان انه يكون جنبه سكينة وبيمسكها هنا وبيحطها على رقبة هنا دكتور جواد، وبيقول ان هو لازم يقتله لانه مش هياخد فيه منه. بيهديه هنا وبيقوله خلاص في محدش هياخدها، انا اللي بحبها لكن هي مش بتحبني. بيبتدي هنا باسل انه يهدى وبيقول خلاص انا هموت نفسي لو انت ما اتجوزتنيش. طبعا هنا في بتبتدي ان هي تهديه وبتقوله طيب اهدى، انت عارف اني انا بحبك قد ايه، وخلاص يعني هنتكلم في الموضوع ده بعدين. بتهديه علشان يقدروا ياخدوا من ايده هنا السكينة علشان ما يأذيش نفسه ولا اي حد. فعلا هنا بيبتدي يهدى وبيبتدوا ان هم ياخدوه من المكان، وبتاخدوا عليه هنا وبترجعوا على البيت، وبتقوله اللي انت عايزه انا هعمله لك، مفيش اي حاجه هتحصل غصب عنك، ويا ريت لما حاجه تضايقك تتكلم معايا مش تمشي كده وتسيبني. بعد كده بنشوف رفيف هنا بيوصلها تامر لحد البيت، وطبعا بعد ما شافتهم ورد وصورتهم بتكون موجوده، وبتقول لها انت فاكره انك انت هتقدري تاخدي تامر؟ الجواز ده او الارتباط ده مش هيتم، ده على جثتي، انت عارفه انا ممكن اعمل ايه واذيكي انت وهو، يا ريت ترجعي عن الكلام اللي في دماغك. بتقول لها انت عارفه اني انا مش هرجع عن الكلام ده، وان تامر بيحبني وانا كمان بحبه، وانت ملكيش اي دعوه بالموضوع، وخلاص بقى موضوعك انتهى. بتقول لها طيب انا بعد كده هودي الكلام ده كله والتصويرات اللي معايا لوالدك وهخليه ساعتها هو اللي يوقفك عند حدك. كل ده بتكون سامعاه هنا عاليه وبتكون شايفة كل الخناقة اللي ما بينهم. بعد كده بتيجي برضه بتقول لها ان هي معاها تصوير وفيديو بتوريه لها، وبتقول لها ان تامر ورفيف ليهم علاقة ببعض ولازم تساعديني في الموضوع ده، انا مش هسكت وانت عارفة ان الولد ده ضرني كتير وانا مش هسكت عن حاجة زي دي. وبتديها هنا تصوير من الفيديو اللي هي مصوراه وبتقول لها لازم تساعديني ولازم تتصرفي. بنشوف بعد كده جواد بيبتدي يروح هنا للعم سمير وبيقول له ان هو بيطلب منه ايد فيه. طبعا بيبص له وبيقول له ازاي حاجه زي دي تحصل، الجوازه دي مش ممكن تتم، احنا طول عمرنا عارفين انك انت خطيب الست عاليه، والست عاليه خيرها علينا، واحنا ما بنعضش الايد اللي بتتمدلنا، وكمان ما بنأذيش اي حد، بنكون عايشين في خيره. الكلام ده مش ممكن يحصل طول ما انا عايش، وبنتي عمرها ما هتكون ليك، يا ريت كل ده تنساه وخليك انت في طريقك واحنا في طريقنا، احنا ناس على قدنا ومش عايزين اني نكون اذى لحد، وكمان مش عايزيك انت كمان تضرنا، يا ريت تسيبنا في حالنا ويا ريت تسيب بنتي كمان في حالها، الموضوع ده مش هيتم، وخليك انت في طريقك وانت من توبك واحنا من توبنا. وطبعا بيعرفوا اني عمر رفيف ما هتكون ليه وانه لازم ينسى الموضوع ده تماما. بعد كده بنشوف عالية بتاخد هنا التصويرات اللي اديتها لها هنا ورد وبتروح توريها هنا للميا، وبتقول لها ان تامر ماشي مع البنت دي ومصمم انه يتجوزها وانتي لازم تشوفي حل. بتقول لها هنا ازاي حاجة زي دي تحصل، هما البنات دول والعيلة دي مش هيسيبونا في حالنا، هما دايما يأذونا، انا لازم اتصرف وانا اللي هعرف ازاي اخرجهم من هنا وابعدهم عن حياتنا، وهعرف ازاي اخطط لهم. وبتقول لها عالية يعني هتعملي ايه؟ بتقول لها هقولك بعدين. يا ترى هنا بتفكر في ايه لميا، ويا ترى هتقدر تعمل حاجة؟ هنشوف بس في حلقتنا اللي جاية، لان بكده بتكون حلقتنا النهاردة خلصت. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، واللي اول مرة بيشوف القناة ما ينسانيش في لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.